انتوا خايفين من ايه بعد اذن خالد؟ يا حكام انتوا خايفين من ايه؟ خايفين من الاعلام الاهلاوي؟ احنا بقى كاعلام هنشتمكم كل يوم، كل يوم هنقول عليكم فاجرين، كل يوم هننتقدكم، وكل يوم هنقول ما عندكمش فكره. واشتكوا، لو اشتكيتوا حلو جدا، لان انتوا اما اتقال عليكم فاجرين مفيش حد قال حاجه. واحنا عندنا القنوات اللي تبطلك وتمشيك، صدقني هتمشيك، هنمشيك لان في حكم. والله اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ضرب في المليان. وزي ما شفنا كده في المقدمه قال لك هنمشيه وهنقدر نمشيه. كانوا عايزين يمشوا كلاتنبرج عشان كان جاي عليهم بخساره، وعمل اللي هم عملوه والاحتواء تم. لكن ده بس موضوعنا النهارده. كابتن جهاد جريشه طلع وكشف المستور، نشوفوه قال ايه على ابراهيم نور الدين، واكيد في سر اللي بيحصل ده. انت ايه رايك في اداء ابراهيم نور الدين الكابتن ابراهيم الاول كحكم دولي وكرقم واحد في القائمه الدوليه المصريه؟ النهارده الدنيا فعلا مش مظبوطه، احنا كنا زعلانين يعني انت بتتكلم النهارده على مباراه الزمالك ولا على الجوله دي بشكل عام؟ لا، على ماتش الزمالك وسموحه النهارده يعني الجوله ما يعني. طب ليه رجعنا 10 خطوات يا كابتن؟ حتى لو في اخطاء حكم ليه نرجع 10 خطوات اذا كان في ناس طالعه؟ ما هو انا كابتن بتتكلم في ماتش كبير زي ماتش الزمالك وسموحه النهارده. كابتن استاذ محمد بنتكلم في ماتش كبير وحكم كبير، مش حكم صغير اللي موجود. انت بتتكلم على حكم ابراهيم نور الدين له اسمه حكم كبير موجود في مصر. فبتتكلم النهارده يعني لا، ما ينفعش بالمنظر ده ان احنا كمنظومه تحكيميه نشوف المنظر ده في التحكيم المصري. طب قول لي بقى المنظر اللي حضرتك بتقول المنظر ده معناه ان المنظر كان متواضع. الاداء النهارده مش مقنع. ركله جزاء في الدقيقه الاولى لسموحه، ركله جزاء سهله وواضحه، والحكم الفار تدخل صحيح، استدعى الحكم. الكره خبطت في رجل لاعب الزمالك مش لعبها، وده فرق شاسع بين اللعب وخبطت في رجله، وبالتالي في دهس من لاعب الزمالك على رجل لاعب سموحه. ركله جزاء صريحه وواضحه وانذار للاعب نادي الزمالك. طبعا بنتكلم على خطا مؤثر على نتيجه المباراه. بعد كده في ركله جزاء تم حسابها نادي الزمالك. احنا قعدنا كتير جدا ندور على لمس اليد. انا فوجئت انه حسبها بصراحه بتاعت احنا كلنا فوجئنا بالحساب، لكن انا بقول لك حاجه. حتى الفار في قعدته يا كابتن ما لمست، الفار استدعاه اساسا لان هو شاك انها بينالتي. هو شاك انها لان هو كابتن ابراهيم حسبها. انا بتكلم ان في لقطه من اللقطات، في تحس ان في لمسه موجود. انا عشان كده بقول لك ايه، لو في حاجه زي كده احنا صبرت مع الحكم. بس كان لا صح فيها انت تنتظر 3 ثواني 4 ثواني، كان في فرصه للزمالك ممكن يجيب جول، نفس الجول اللي دخل لسموحه. جون سموحه لما دخل كان في تدخل من محمد صبحي مع حسام حسن، لو ما دخلتش جول كنا هنرجع ان في ركله جزاء لسموحه. تمام. وبالتالي كان نفس المعيار هيبقى واحد لو حصل ان هو اخر، مش اتاحت فرصه. يا محمد ما فيش اتاحت فرصه في ركله جزاء، لكن الفهم الصحيح لكره القدم يقول لك اخر الصفاره 3 4 ثواني احتمال يتم احراز هدف، وبالتالي تبعد تبقى خلصت من الموضوع. بالظبط. يعني ركله جزاء سموحه الكابتن ابراهيم ما حسبهاش، فالفار شايف ان هي بينالتي بالظبط، فقال له تعالى، وهي فعلا بينالتي واستدعاها. حلو، فالكابتن ابراهيم ما حسبهاش دي. خلاص هو بقى يتحمل مسؤوليه حاجه من المباراه. الثانيه بتاعت الزمالك الفار استدعاها عشان يقول له هي مش بينالتي. تمام. لكن الكابتن ابراهيم حسبها. وانا في اللقطه الثانيه دي همشي مع ابراهيم، لان في لقطه موجوده من ورا الجون تقول ان الكره لمست الايد. اي نعم هي مش واضحه بوضوح الجامد، لكن في الاخر صبرت الحكم زي الفيفا بيعمل كده، معيار الفيفا ان لو في حاجه تقول ان قرار حكم صحيح همشي معاه. ومش مقنعه كابتن محمد، بكلمك بمنتهى الامانه مش مقنعه، بس في الاخر بقول لك الفيفا بتعمل كده لان في حاجه في لقطه تقول ان الكره لمست اليد. لكن انت جهاد جريشه يعني خلاص انا معاك في ان انت حضرتك بتقول انا كنت هاخر الصفاره، زيزو كان ممكن يجيب جون والموضوع يخلص والموضوع سهل وممكن ارجع بقى ركله الجزاء. لا انا قصدي حضرتك لو انت دلوقتي مكان الكابتن ابراهيم ورجعت للفار وشفت المشاهد اللي قدامك دي هتحسبها ولا لا؟ لا مش هحسبها. مش هتحسبها يبقى مش مقنعه يا لا. بس انا بقول لك انا بتكلم على خلاص انا فاهم على الفيفا يا كابتن استاذ محمد. طب ايه يا كابتن هيما؟ حتى كابتن جهاد جريشه الزملكاوي طلع قال لك ركله جزاء سموحه يعني صحيحه، وركله جزاء الزمالك مفيش اصلا ركله جزاء. لكن الراجل قال لك يعني مع انها بامل ضعيف جدا لكن هنعتبر ان حصل تلامس، فبالتالي كنت كام من الهجمه. لكن انت ايه، لازم تضمنها علشان ما يعني احنا مش عارفين ايه السبب ورا اللي انت بتعمله ده. لكن كابتن شبانه يجوز عنده تحليل. ففي هذا الكوكب ما فيش حد مش يحسب بينالتي الا واحد فقط، كابتن ابراهيم نور الدين، لانه جزء من شهره ومكانه الحقيقه كابتن ابراهيم نور الدين انه يحتسب ما لا يظن احد احتسابه.
يعني يحسب حاجات مستحيل تتوقع انها تتحسب، ويفوت حاجات ما تصدقش انها تتفوت. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي مرتبطه بشخصيه الكابتن ابراهيم نور الدين. غاوي شهرة يعني الراجل بيعمل كل ده عشان ياخد اللقطة، سينمائي هو، يعني يعمل عكس الكل عشان يبان. طب لما يعمل كل ده النتيجة هتبقى ايه في الاخر؟ على فكره دي ايه يا جماعه؟ دي الترند ولا ايه؟ دي الترند رقم 1 في مصر دلوقتي ابراهيم نور الدين. ايوه يا هيما، ايوه كده، الترند رقم 1 في مصر. على فكره ابراهيم نور الدين هتلاقيه مشغل مزيكا او مشغل اغنيه دلوقتي وراكب العربيه وحاطط الهاند فري وبيغني وبيصور نفسه. ترند رقم 1 في مصر. على فكره الناس تحب تطلع ترند، وحتى لو مش ترند في حاجه ايجابيه ما فيش مشكله. في ناس كده، انا ما اعرفش كابتن ابراهيم كده ولا لا طبعا، ما اقدرش احكم الحقيقه، وشخصيا احترمك كشخص طبعا يعني، لكن اداؤه النهارده خلاه الترند رقم 1 في مصر ابراهيم نور الدين. يعني اشهر شخصيه الان على رواد تويتر والسوشيال ميديا وفيسبوك والكلام ده هو الكابتن ابراهيم نور الدين. يعني مفيش احلى من كده، يعني فخفخين يا ابراهيم يا نور الدين. مبروك يا هيما، طلعت ترند خلاص. ده اللي انت عايزه، تطلع ترند. صح غلط ما مش فارق معاك، تضيع مجهود فرقة كاملة ومجهود مدرب ولاعبين وجهاز فني ليه؟ عشان تطلع ترند؟ لا انا مش مقتنع، اكيد في سر ورا الموضوع ده. انا اقول النهارده ابراهيم نور الدين فاسد تاني فاسد، وشاكينه رسمي فاجر. قول تاني اهو يا رضا بلتاجي فاسد، وانا بتحرس مش هسيبه، انا مش هسيبه على المستوى الشخصي. ده فاسد تاني فاسد، كلام واضح، انت فاسد، كلام واضح وشكيلك وانت بتنتقم انت بالحكام اللي احنا شاكينك رسمي. خلاص انا برضو يا اخي ليه حق انا كمان. تمام، انا بقى اللي راقبت ابراهيم انا شاكين 100 مره. بقول لك انت فاسد، انا اللي بقول لك اهو فاسد. طب ما هو كده هيرفع عليك يا قضيه. ده عايز ارفع قضيه، انا لو راجل اشوفه، انا رايح له الاتحاد، انا اللي رايح له الاتحاد. ايوه انا مش هسيبه. هتروح تعمل له يعني هتضربه؟ انا مش هسيبه يعني انت انا مش هسيبك يا نور الدين لو انت يا سياده المستشار، انا مش هسيبك. ما تملكه. انا انت اتفقت اكتر من لازم، وانت يا شمالي اللي نفخته، انت اللي قاعد تنفخ فيه. انا عندي وجهه شخصيه وزاره الدين ايه؟ لا بالراحه بس شخصيه ايه؟ انت اللي مين دوت؟ اللي انت ده حته عيل صفاره، اللي انت تملكه حته عيل صفاره يا سياده المستشار من غير عصبيه من غير عصبيه. ايوه ما تخليش اتكلم كلام يجرح، مش عايز اتكلم اكتر. علشان كده ممكن خايف منه، طلع قال لك يا فاسد وطلع قال لك كل حاجة ممكن تتقال، بس انت قلبك اسود قوي يا هيما. ده الكلام ده انت من ايام ما كان الكابتن هاني ابو ريدة لسه في الاتحاد، من يوميها فاكرها له وخايف تعمل حاجة غلط عشان ما يطلعش تاني. ما تقلقش، استحالة هيطلع مع كابتن شوبير. ده كان مع كابتن شوبير، فاكرين؟ كانت ايام الزمن الجميل، كان ايام ما كانت الدنيا سالكه، بس هو من يومه فاتحها على البحر. تم ده قال لك كلمه فاسد ديت 200 مره في الفيديو. بس هقول لكم مفاجاه، عارفين اللي حصل بعد كده؟ طلع في فيديو تاني شكره، وكان في مكالمه مع مين؟ مع كابتن مدحت شلبي. شتموا بكل الشتائم، او يعني اتهموا بكل الاتهامات اللي حضراتكم سمعتوها، وطلع في الاخر هو اللي شكره على الهوا. تفتكروا بقى بعد كل اللي حصل ده وبعد المخطط وبعد ما مشوا كلاتنبرج، تفتكروا في امل مش ان الاهلي ياخد الدوري؟ لا الحاجات ديت يعني بطلنا نفكر فيها. تفتكروا ان في امل ان حال الكرة المصرية يمكن في يوم من الايام يتصلح، ولا هيفضل كده؟ ولمصلحة مين هيفضل كده؟ ده اللي مستنيه من حضراتكم في الكومنتات. في نهاية الحلقة بشكركم وافكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة. وطبعا حد هيقول لي ان الاصوات متغيرة، هقول لك ده برنامج بيغير الاصوات علشان حقوق النشر والطبع وعلشان محدش يلزمنا باي حاجة. فبشكركم وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. تحياتي لحضراتكم.